هذا لخدمة شعبنا، فالوقوف إلى جانب المظلومين كما هو ثابت هو خدمة مجانية سادية خلفتها كافة الشوارع، وسنتولى وسنقوم بمقايضة مقاضاة بغض البصر بمقاضاة كل من تسولت له نفسه. سولت استاذ، انت تظل بكل عزل باخ، خليني احكي. كل من سولت له نفسه فالذي انتقد هذا قانون تحريم البيبسي الذي جاء تطبيقا لتعليقات وزارة الصحة. استاذ توجيهات مو تعليقات، هو فيسبوك. الله يخليك استاذ انا الزلمه والرجال هنا ما حد يحكي وياي، اوكي؟ فمن انتقد تحريم قانون البيبسي كأنما انتقد بشكل حر مباشر. ادري فاوض هو ضربه حره يا استاذ، الله يخليك. اقول لك انت راح تظل بكل عزل باخ؟ تخليني احكي لو لا؟ كمل استاذ كمل. فمن انتقد قانون تحريم البيبسي انتقد وزارة الصحة بشكل مباشر، وأنا واثق أن لوزارتنا الغراء. غصيت استاذ اجيب لك مي؟ ونحن لم نخالف الحريات والدستور، فمنعنا للبيبسي ما هو إلا لأنه سبب مضررات جسدية وقانونية للمواطن العراقي. فالبيبسي كما هو ثابت يسبب زيادة في نقص الوزن، يعني سمن له يضعف استاذ، الله يخليك. استغفر الله. وكما هو تعرفون يسبب شماتة العظام، وكما تعرفون يسبب حصبة بالكلى اليمنى واليسرى. وأخيرا أشكر كل من ساندني لتمرير هذا القانون، واسمحوا لي الآن أن أطق للشعب العراقي بيبسي.